السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم اليوم وصفة جاتو بريستيج بحشوة جد رائعة وبنينة، ان شاء الله برك تعجبكم. والآن نروحوا المقادير. هذه هي الوصفة. عندنا 125 جرام زبدة، يعني تكون بحرارة المطبخ. عندنا فنجان من الزيت. عندنا مغرفة كبيرة من كاكاو بودرة. عندنا ملعقتين كبار من سكر ناعم. عندنا أيضا فانيلا، يعني نديرو ملعقة صغيرة. عندنا أيضا بيضة كاملة. عندنا هنا زوج ملاعق كبار من المايزينا. وعندنا الخميرة الكيميائية. ونروحو للطريقة تاعنا. أولا راح نخلط الزبدة تاعنا مليح، يعني راح نحاول نحلها هكذا. راح نخلطها مليح يعني حتى تتحل خلاص، باش من بعد ما تلكعلناش. راح نضيف عليها الزيت وراح نخلط جيدا. واللي تحب دير الباتير تستخدم الباتير عادي، يعني انا الزبده تاعي ذايبه على ذيك درتها يدويا. راح نضيف ايضا البيضه. راح نخلط المكونات جيدا هكذا. بعد ما خلطنا راح نجيب المصفاة، يعني راح نصفي سكر ناعم راح نضيفه على الخليط تاعنا، يعني راح نخلطه هكذا. راح نصفيه كامل من الحبيبات باه ما يطيحوش في الخليط تاعنا. وراح نخلط المكونات جيدا هكذا، يعني راح نخلط مليح باه يدخل هذاك السكر في الزبدة تاعنا. والان راح نجيب المايزينا وراح نحطها كذلك، حتى هي راح نصفيوها. يعني راح نصفي المايزينا نتاعنا وراح نزيد عليها هذاك الكاكاو. وراح نخلط هذه المكونات جيدا، نخلط مع بعض هكذا. والآن راح نجيب الفرينة تاعي وراح نبدأ نحط غير بشوية برك، وسبب ما نحطهاش كامل على دفعة واحدة. راح نحط بشوية ونخلط حتى يعني حتى نصل القوام اللي حبيت. وراح نضيف نصف ملعقة صغيرة من الخميرة أو بيكنج باودر. وراح نخلط جيدا هكذا. وراح نضيف الفرينة غير بشوية. والآن راح نبدأ نخلط بيدي وحتى تلم العجينة نتاعي، يعني كي تحسيها ما يشد لاصق. يعني توصلي للقوام اللي حبيتي، تكون طرية ومتجانسة. راح نحطها هنا في الثلاجة لمدة دقيقة أو دقيقتين باه تحكم شوي روحها. يعني درتها في كيس بلاستيكي. وهنا بعد ما جبتها من الثلاجة وراح نجيب كيس بلاستيكي اخر باه نحل فيه العجينه نتاعنا. راح نقسم العجينه نتاعي الى نصفين، يعني راح ناخذ النصف الاخر وراح نحله على كيس بلاستيكي. يعني راح نبدا نحلها بالحلال غير بشويه هكذا هكذا، يعني ما نرققهاش مليح مليح وما نخليهاش غليظه. راح نجيب المول تاعي والطابع نتاعي. انا عندي هنا دائره لانه حبيت الجاتو تاعي يجي على شكل دائري. وراح نبدا نطبع في العجينه نتاعي هكذا غير بشويه. اللي شافت الطابع تاعها يلصق ممكن ديريه في شوي فرينه او مايزينا باه ما يلصقلكش في العجينه. وراح نبدا نحط الجاتو تاعي في السنيوه. وهنا راح نكون شعلت الفرن تاعي على درجه حراره 170 180، يعني ما
انا الصابلي تاعك يعني على حسب الفور تاعك. كاين اللي في ساعة يطيب، كاين اللي شوية ما يطيبش مليح، كاين يعني كل وحدة وتعرف الفور تاعها. هنا بعد ما طاب الصابلي تاعي جبدته، راح نروح هي كريمة الزبدة. عندنا هنا ملعقة كبيرة من الزبدة تكون بحرارة المطبخ. عندنا أيضا ملعقة كبيرة من السكر ناعم يعني سكر بودرة. عندنا ملعقة كبيرة من بودرة الشانتيي. عندنا ملعقة صغيرة من الفانيلا. وعندنا ربع فنجان من الحليب. راح نخفق هذه الزبدة تاعنا بالباتر. بعد ما حليناها بالباتر راح نضيف عليها من السكر الناعم. راح نضيف السكر الناعم كامل وراح نبقى نخلط جيدا. راح نضيف ايضا الحليب وراح نخلط جيدا، ثم نضيف بودرة الشانتيي. نضيف ايضا ملعقة من الفانيلا وراح نبقى نخلط مليح حتى توصل القوام اللي حبيت. هنا راح نجيب الحبات تاع الصابلي نتاعنا وراح نبدا نحط الحشوه تاع يعني كريم الزبده تاعنا، راح نحطها هكذا على الجوانب كما تلاحظون، وراح نضيف عليها معجون تاع فريز راح نضيفه في النص. يعني راح يجي واحد الذوق هايل بالمعجون والكريمه، يعني راح ذوقها تجي هايل وبنين بزاف. خلاص نتمنى برك تجربوه. راح نروحو للمرحلة الأخرى تاع راح نجيب شوكولا. هنا تستخدمي أي شوكولا عندك كلاصاج، راح نحطها يعني راح نقسمها وراح نحطها تذوب في حمام مائي. يعني كي نحط شوكولا تذوب. وهنا راح نجيب المول تاعي، هذا المول اللي راهم داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، جا على شكل دائري وكاري والشكل تاع شكل آخر. يعني راح نحط الشوكولا تاعنا هنا فيه وراح نلصق، يعني راح ندير نقلاصي الحبات تاع الصابلي تاعنا هكذا. راح نقلاصي الحبة كامل يعني مليح. هنا بقيت نقول طاح طاح طيحي طيحي حتى طاحت صح. وراح نكمل باقي الحبات. وبعد ما نقلاصيو الشوكولا تاعنا راح نخليوها تحكم روحها يعني تتقلاصا. وراح نجيب الحبات تاعنا نتاع الشوكولا اللي درناها في هذاك المول ونحطوهم الفوق، يعني هو بريستيج كما قلنا من قبل هكذا. يعني راح نكمل باقي الحبات. وهذا هو الشكل النهائي. هذا الجاتو بزاف هايل وبنين وبريزونطابل، ان شاء الله برك يعجبكم.